انا عارف انت محتار مش عارف تجيب هديه عيد الام ازاي. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله اسك تو بي. معاكم عمرو عماد، والنهارده انا جاي احل لك الحيره. انا عارف انت محتار مش عارف تجيب هديه عيد الام ازاي، طب اجيبها كاش، طب اجيبها تقسيط، طب ايه طرق الدفع المتاحه؟ بالنسبه للتقسيط فانا هقول لك كذا حل. انت كده كده هتشتري، يعني ما عندكش مفر. اول حاجه لو انت عندك اكونت على فاليو تقدر تشتري اي حاجه انت عايزها وتقسط معاك لحد 12 شهر بدون مقدم وبدون رسوم اداريه. طيب لو انا عايز اشتري منتج من منتجات ابل تقدر تشتريها من خلال الويب سايت، معاك تقسيط لحد 21 شهر، والاهم من كل ده ان هو من زيرو مقدم وزيرو رسوم اداريه. طيب انا دلوقتي مش معايا فاليو ومش عايز اجيب برودكتس ابل، بس عايز اقسط معاكم بطريقه ثانيه. جبت لك حل ثالث، لو معاك كريدت كارد ممكن تقسط لحد 24 شهر مع معظم البنوك وبدون اي فوائد عليك. طيب انا مش معايا كريدت كارد، مش معايا فاليو، طب ايه الحلول الثانيه؟ برضو في حلول ثانيه هجيبها لك. عندك اول حل ممكن تقسط مع سهوله من خلالنا، معاك تقسيط من اول 6 شهور لحد 24 شهر بدون اي فوائد عليك. طيب انا دلوقتي عايز اقسط بس برضو مش معايا فاليو ولا كريدت كارد ولا سهوله. اما لو هتقسط من خلال ابلكيشن امان فانت معاك تقسيط لحد 12 شهر وبتاخد خصم 50% على الفوائد اللي بتنزل عليك. بس كده. ازاي بقى اعرف اشتري تلفزيون؟ بص ركز معايا كده، انت محتاج 3 خطوات عشان تعرف بناء عليها تقرر تشتري التلفزيون. الانش بتاعه، السبيكس اللي فيه، والحاجه اللي فيها كلها. اول حاجه بالنسبه للانش، اختار الانش ازاي؟ انا ممكن اجيب تلفزيون واحطه في الاوضه عندي وابقى قاعد قدام التلفزيون وحاسس ان هو لازق في وشي كده والحاجه بيكسل والحاجه مش واضحه معايا. طب بقيسها ازاي؟ لو المسافه ما بينك وبين التلفزيون في الاوضه اللي انت قاعد فيها اقل من 2 متر ما تعديش ال 50 انش. طب لو انا دلوقتي المسافه بيني وبين التلفزيون تتخطى ال 2 متر او اكتر، معاك بقى من اول 45 او 50 بوصه فيما فوق، كده المسافه معاك هتبقى كويسه جدا وتبقى الصوره مناسبه وواضحه. تاني حاجه لازم تسال عنها، التلفزيون ده سمارت او لا. اول حاجه هيوفر عليك لو هو سمارت انك مش هتشتري تي في بوكس عشان تحتاج ان انت تحوله من تلفزيون عادي لتلفزيون سمارت. تاني حاجه هيسهل عليك لو انت معاك موبايل، تقدر تربط الموبايل بخاصيه الميرورنج ما بين الموبايل والتلفزيون. ثالث حاجه لازم تسال عليها وانت بتشتري تلفزيون، هو التلفزيون ده فيه بيلت ان ريسيفر ولا لا، لان لو ما فيهوش طبعا هتضطر انك تروح تشتريه. بس كده. تعالى اقول لك بقى ايه الجديد. اول حاجه معايا السماعه اللافينتو. مش هقول لك الديزاين بتاعها قد ايه تحفه وقد ايه الديزاين بتاع السماعه بيسهل عليك انك من غير ما تبص فين الليفت وفين الرايت، هم مكتوبين طبعا جوه تمام، بس هي بتسهل عليك من غير ما تقرا اللي مكتوب عليها انك تستخدم السماعه على طول. مش هتكلم عن الضمان، بس هتكلم عن حاجتين مهمين جدا، ان دي يعتبر ارخص سماعه نويز كانسلنج موجوده حاليا في السوق. سماعه اوفر هيد ب 1250 جنيه وفيها خاصيه النويز اكتف نويز كانسليشن. طيب ايه بقى الوصلات اللي بتيجي معاها؟ بص يا سيدي، اول حاجه وصلة ال 3.5. طيب انا هستخدمها في ايه؟ لو انت عايز تستخدم السماعه من بلوتوث، عايز تستخدمها وايرد عادي، ده كده حولتها. تاني حاجه الشاحن التايب سي. المفاجاه بقى والحاجه اللي انا ما توقعتش الاقيها في سماعه ب 1250 جنيه هي وصله الطياره. لو انت عايز تستخدم السماعه كوايرد بتوصلها بالوصله دي وبتستخدم الوصله اللي معاها. الباكنج شيك جدا، تحافظ على السماعه، نازله معاها برده جوه العلبه فري. تعال اقول لك بقى تاني حاجه او اجمد تاني حاجه معانا النهارده، هو الاس 22 الهجين ما بين سيريس النوت وسيريس الاس. طبعا احنا زمان عارفين ان سامسونج مش هتنزل سيريس النوت تاني، بس هتنزل الاس مدمج معاه القلم. طيب ايه المميز بقى في الموبايل ده او ايه اللي خلاه فعلا الموبايل ده يكتسح ويخطف الانظار؟ كذا حاجه. اول حاجه البطاريه، كانت دايما سامسونج لما تيجي تعمل سيريس النوت بتقلل حجم البطاريه عشان خاطر يبقى في مكان للقلم اللي بينزل مع النوت، لكن هنا هم عملوا الميكس اللي ما يتعملش في اي موبايل. السيكنس بتاعه مش عريض، موبايل 5000 ملي امبير ومعاه كمان القلم. طبعا بعيد عن الديزاين وشويه الهدايا والحاجات اللي نازله معاه، هو يعتبر اول موبايل بيصور بخاصيه الرو دي اللي مش عارفها، لو انت معاك كاميرا عايز تصور صوره وعايز تعمل عليها اديت، الصور الوحيده بتعرف تعمل عليها اديت كويس هي صور الكاميرا بروفيشنال. مفيش صوره موبايل هتعرف تعمل عليها الاديت اللي انت عايزه. دي تعتبر خاصيه وفرت لك ان انت لو معاك الاس 22 اشتريته من اي حته تقدر تستخدمه كانه كاميرا بروفيشنال بالظبط، 30 40 الف جنيه هتبقى وفرت معاك حاجات كتير جدا. بس كده. تعال اقول لك على ميزه جديده موجوده في توبي، هي السيرفيس سنتر. السيرفيس سنتر بيقدم لك ايه؟ بيقدم لك كذا حاجه. اول حاجه لو انت معاك لابتوب في الضمان بتاعك تقدر انت تسلمه لينا تصلحه ونجيبه لك تاني خلال الضمان. طب لو انا بره الضمان، لو بره الضمان معاك موبايل او لابتوب تقدر تيجي برده تسلمنا الجهاز بتاعك بنصلحه لك وبنرجعه لك تاني. طب انا دلوقتي معايا لابتوب، ودي نقطه مهمه جدا جدا، انا دلوقتي معايا لابتوب وعايز اعمل ابجريد ليه، اعمل ايه؟ طب او الشاشه بتاعتي اتكسرت وانا بره الضمان اعمل ايه؟ بتروح للسيرفيس سنتر عندنا وعندك اكتر من 11 فرع فيهم هيلب ديسك بيساعدوك او حتى المركز الرئيسي 60 شارع ابراهيم الرفاعي في مدينه نصر. بتروح هناك وبتدي له الجهاز بيصلحه لك وانت واقف ويعمل لك الابجريد وانت واقف. وزي ما قلت لك الخدمه بتاعتنا فعلا هي سيرفيس سنتر، بتقدم لك كل الخدمات دي سواء جوه الضمان بره الضمان. معاك بره الضمان موبايل او لابتوب عايز تصينهم، عايز تعمل ابجريد لللابتوب بتاعك بس عايز مكان تبقى واثق فيه، فعندك السيرفيس سنتر بتاعنا 11 فرع
موجودين فيهم الهيلب ديسك بيقدم لك الخاصيه دي، او من خلال المركز الرئيسي. طبعا الارقام بتاعتنا هتظهر على الشاشه، رقم الكول سنتر تقدر تتصل بيهم دايركت او تواصل مباشره من خلال رقم الواتساب اللي موجودين على الشاشه. اعلنت شركه هوندا بالتعاون مع سوني ان هم يعملوا عربيه كهربائيه جديده بحلول 2025، وهيكون عباره عن ايه؟ ان طبعا هوندا هتقدم العربيه وسوني هي اللي هتقدم التكنولوجي الخاصه بيها، السنسورز او السماعات او كل التكنولوجي اللي فيها، كل ده بحلول 2025. بس كده. في نهايه الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان تشجعنا ان احنا كمان نكمل. استنونا الحلقه الجايه.